بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا فيكم بقناتي إيما داري. وصفة اليوم هي السلطات الباردة. رح نعمل مع بعض 3 أنواع من السلطات الباردة، ممكن ست البيت تجهزهم قبل بيوم. كتير مناسبة لمطبقيات الولاد ياخدوا معاهم على المدرسة. هي سلطة الشوندر وسلطة المعكرونة والسلطة الروسية. تابعوا معي الفيديو للأخير لحتى تشوفوا خطوات العمل. عندي هون بطبق غميق رح احط ساور كريم، رح احط تقريبا 3 معالق كبيرة، ممكن تستبدلوه باللبن. رح اضيف تقريبا 4 معالق من المايونيز، رشة من الملح. عندي هون عصير ليمونة. رح اخلط المواد كلها مع بعضها هيك. عندي هون حبتين من البطاطا مسلوقين، معاهم 3 حبات من الخيار المخلل، حبتين من الجزر مسلوقين. طبعا أنا قطعتهم مكعبات بهذا الشكل أو سلقتهم. وعندي تقريبا نص كوب من البازلاء، رح حركهم مع بعض شوي بهذا الشكل، وهيك بتكون عندي السلطة الروسية صارت جاهزة. هلا هون النوع الثاني رح اضيف تقريبا 3 معالق من زيت الزيتون، رشة من الملح، تقريبا عصير ليمونة. رح اضيف الساور كريم او الكريمة الحامضة تقريبا 1.5 معلقة. عندي هون معلقة كبيرة من اللبن، ممكن تستبدلوا الساور كريم باللبن. ورح اضيف تقريبا معلقة كبيرة من المايونيز. رح احرك المواد مع بعضها شوي. عندي هون تقريبا 250 جرام من الباستا، أنا سلقتها بشوية ملح وزيت. عندي هون فلفل ألوان رح أضيفهم، نص حبة من الخيار وحبة من البندورة. عندي كم حبة من الزيتون الأسود، وعندي هون كوب من الفاصوليا الحمراء، استعملت المعلبة. عندي هون جبنة الفيتا مع الزيتون الأخضر رح أضيفها كمان، وحوالي معلقتين كبار من البصل الأخضر، تقريبا نص كوب من الذرة. رح أضيف تقريبا معلقتين كبار من البقدونس. هلا بحرك المواد كلها مع بعضها شوي شوي لحتى تتشرب بنكهة الصوص. عن جد هاي السلطة كتير طيبة، الولاد الصغار بحبوها كتير. وهيك بعد ما خلطتها كتير منيح، هذا هو الشكل النهائي. عندي هون لتحضير النوع الثالث، هو عبارة عن حبتين من الشوندر أنا سلقتهم، حبة من الجزر، وعندي نص كوب من البازلاء مسلوقة، وعندي تقريبا معلقتين كبار من البصل الأخضر ومعلقتين من البقدونس، رشة من الملح، عصرة ليمون رح أضيف عليها كمان، حوالي معلقة كبيرة من زيت الزيتون. رح أحرك المواد مع بعضها هيك. عن جد سلطات سهلة وطيبة كتير ومفيدة وصحية بنفس الوقت. وهذا هو الشكل النهائي لسلطة الشوندر. بتمنى هاي الطريقة بتكون عجبتكم. هاي هي الأنواع الثلاثة اللي عملناها مع بعض. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. بتمنى إذا لسه ما اشتركتوا بالقناة تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا على حسن المتابعة.